السلام عليكم متابعينا، اهلا بيكم في حلقه جديده من منوعات دين. بصوا بقى، جبت لكم بقى امثال شعبيه، يعني مثالين متشابهين يعني شويه، بس هما عكس بعض. خليف تعرف يعني، وان المصريين مقتنعين بيهم وبيعملوا بيها. وكمان جبت لكم معاني كلمات ترابيزه، وكمان يخت، وكمان يا اسطى والباشمهندس. خليكم معايا بقى عشان نشوف ايه اصلها، وان هي مش عربيه. نشوف هي لغتها ايه واصلها ايه. خليكم معايا. كلمة باش اللي هو بنقوله دايما يا باش مهندس ايه. طب هي كلمة باش دي جبناها منين ومعناها ايه؟ كلمة باش دي اصلا مش عربية، وان هي لغة تركية، ومعنى باش يعني قائد، فهو معناه القائد او يعني حاجة كبيرة كده. اقول لكم بقى على الترابيزة. طلعت الترابيزة اللي احنا بنتكلم فيها والمصريين كلهم بيتكلموا بيقولوا ترابيزة. طب انت عمرك يا مصري فكرت كلمة الترابيزة دي لغة عربية ولا مش لغة عربية؟ ها ما انك انت عربي انا هقول لك بقى، لان هي مش لغه عربيه. لو هي بقى لغه عربيه كنا قلنا الطاوله او المائده، هي بتتقال كده باللغه العربيه الفصحى. ولكن كلمه الترابيزه دي طلعت ان هي لغه القدماء المصريين، الا وهي لغه الاقباط. بقى كلمه اليخت. كلمه اليخت طبعا انتوا عرفتوا معناها، عشان انا بقول لكم يخت، هي بقول يخت ما بقولش يختي. هي ليها معنى تاني، ما تخلوش دماغكم تروح لبعيد، لانها هي مش لغه عربيه خالص، ولا ليها اي صله باللغه العربيه. ليه بقى؟ لان اليخت دي معناها مركب يعني كبير في الماء باللغه اليونانيه. سالتوا نفسكم هي كلمه سبت، طب ما نقول سله بما اننا عرب، يعني المفروض ان احنا نقول سله، ليه بنقول سبت؟ طب ما كلمه سبت دي جت منين؟ اللي هو القوس، اللي هو شكله كده خوذ، اللي احنا تلاقيها يعني منتشرة أكتر في المناطق الشعبية. تلاقي الست كده بتقف في البلكونة وتقعد تنده على ابنها عشان يروح يجيب لها حاجات من السوبر ماركت، ويحطها لها في السبت وتطلعه بالحبل بقى، على أساس إن ابنها بيكسل يطلع وهو بيكون في الدور الأولاني. المهم، اللي هي السبت دي أصلا اللي هي السلة، هي أصلا كلمة يعني القدماء المصريين هم اللي أبدعوا الكلمة دي، وكانوا بيحطوا فيها طلبات. بقى كلمة أوضة، طبعا المصريين هم فاهمين معناه، بس عمرك ما سألتوا نفسكم ان كلمة أوضة دي هي تبع اللغة العربية؟ لا، مش تبع اللغة العربية خالص. لان احنا لو هنتكلم باللغة العربية هنقول غرف، هنقول حجرة. ليه ما بنتكلمش مع اننا احنا يعني عرب؟ المفروض نقول يعني حجرة او نقول غرف. الكلمة بقى اللي هي كلمة أوضة دي طلعت ان هي مش لغة عربية، طلعت ان هي لغة تركية. عندك برضو مثلا واحد يكون عنده قصر او عايش عيشه جميله وعنده كل خيرات الله، ولكن هو عايش لوحده، وبيقول لك وهو زعلان الجنه من غير ناس ما تنداس. واول بقى ما الناس بقى تيجي تهل عليه وتيجي بقى تعاشره وتعمل معاه علاقات والكلام ده، يضربوا بعض بقى، يقول لك البعد عنهم غنيمه. بقى المثالين اللي انا هقول لكم عليه هيجنني هيجنني. اصدق الرجاله ولا ما اصدقهمش؟ امن لهم ولا ما امن لهمش؟ يعني حد يعني يساعدني يا اهل الخير في اللي انا فيه. هو دلوقتي انا شامه في ريحه كده في المثلين الاولاني، ان المثل الاولاني واحده قالتها اتعقدت بالرجاله بسبب واحد يعني خانها بقى، عمل فيها عقده في عيشتها، فعقدتنا احنا كمان معاه. اما بقى المثل التاني بقى شكلها كده واحده كانت وقعت في حد كده كويس وخلالها الحياه بامبي بامبي، فقالت لا، دي اللي راجل ولا دي اللي حيط. مثلين هيجننوني والله، انا مش عارفه اعمل ايه. يعني هو هيجنن الواحد. يعني مثلا بيقول لك لما يكون معاك فلوس اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب. ده مثلا ماشي حاضر عيني، اجي اصرف يقول لك لا ما تصرفش، ما هو القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود. طب انا بقى اخد انهي مثل؟ واحد بيعمل خير طبعا كتر خيرك يا سيدي، ويقول لك اعمل الخير وارميه البحر. ماشي حاضر تمام. يجي واحد تاني يقول لك لا ستوب، ما تعملش الخير، ما انت خير تعمل شر تلقى. طب اعمل ايه؟ اعمل خير ولا ما اعملهوش؟ يعني انا كده هتجنن يعني. اعمل الخير ولا ما اعملهوش؟ بقى ده هيجنني والله، هيجنني المثالين دول. واحد بيدي طاقة إيجابية والتاني يدي طاقة سلبية، ومش عارفة أعمل إيه. يعني انصحوني انصحوني يا ولاد الحلال. بيقول لك بقى واحدة مثلا جاي لك ضيوف، ماشي تمام، وجايين بخيرهم، فيقول لك الخير على قدوم الواردين، يعني الضيف اللي بيجي بيجي بخيره. تمام ماشي كده تمام، وكده هعمله.
طيب يجي بقى التاني يقول لك يا قاعدين يكفيكوا شر الجايين. طيب اعمل بقى ده ولا اعمل ده؟ حد يرسلي على حل. مثلين هيجننوني، مش عارفه اعمل بالحكمه دي ولا بالحكمه دي. الحكمه الاولانيه اللي هي المثل بيقول لك ابعد حبه تزيد محبه. حاضر، من عينيا التنين، من عينيا التنين هبعد حبه عشان ازيد محبه. يجي بقى التاني يقول لك لا، مش كده خالص. ما هو البعيد عن العين بعيد عن القلب. اعزائي المشاهدين، وصلنا لاخر حلقتنا، ورب يكون الفيديو يكون خفيف على قلبكم، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.